حموديات رمضان وما فيه من حكايات. الأدب الجزائري غني ومصدر الإلهام تاعو هو المعيشة الجماعية تاع الجزائريين، يخلي القارئ يحس روحه في عالم حقيقي أصلي وواقعي يوصف كل العادات اليومية. الكتاب اللي وضعوا الخطوط العريضة تاع الأدب الكلاسيكي ما قصروش في المهمة تاعهم، كاتب ياسين، آسيا جبار، مولود فرعون، محمد ديب وواحد اخرين. شكون اللي ما يعرفش دار السبيطار، المسلسل التلفزيوني المستوحى من الكتابات تاع محمد ديب، الدار الكبيرة، الحريق، النول. في هذه القصة الجميلة اللي الأبطال تاعها عيني، عمر، عويشة وواحد اخرين، محمد ديب يوصف كيفاش رمضان صعيب على عائلة فقيرة وين الأم وحدها تخدم باش تعيش ولادها في ربعة. تحصل محمد ديب على كثير من الجوائز على الأعمال تاعو، منها جائزة فينيون في 1953 على الرواية تاعو الدار الكبيرة. وانتوما أما هي الرواية تاع محمد ديب اللي أثرت فيكم؟